اكشن. هلا والله رجعنا لكم فيديو جديد. هيا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جيت لكم فيديو جديد. نتكلم النهارده عن قراءات او مشتريات شهر يوليو من الكتب. مرة نظبط الكادر. انا زهقت والله. المهم عديت بس 30 ثانيه في المقدمه. انا ما اقدرش يعني لا يمكن بجد. يعني انا بقعد بدقيقتين على ما اظبط الكادر والاضاءه والحاجات، وانتوا معايا جدا يعني. بس ما علينا، المهم ظبطنا كده. حلوين. عاملين ايه؟ قولوا لي اخباركم ايه. حلو لوك الميك اب بتاع النهارده ده. صراحه مشوار، ف جهزت بقى ولبست، قلت اصور لكم الفيديو عشان ينزل في ميعاده الاسبوع ده. قولوا لي في الطرح كده حلو عليا ولا شويه جد شويه جد شويه جد. الشهر اللي فات اشتريت شويه كتب وحبيت ان انا افرجها لكم او اشاركها معاكم. في شويه في يعني اللي قرات منهم واللي لسه ما قراتوش يعني او ما فتحتوش. خلونا نبدا باول كتاب وهو ذا مايسترو. المايسترو بتاعهم وهو في دائرة الرحلة بتاع دكتور محمد طه. انا مش عارفة الكاميرا تبقى كده مظبوطة ولا تعمله بالمقلوب. المهم هو الفيديو النهارده على فكرة هيبقى صغير جدا ويعني لطيف خفيف زي الفيديو اللي فات بصراحة. كتاب دكتور محمد طه ودائرة الرحلة. الكتاب ده حرفيا يعني انا مش هتكلم عليه كتير بصراحة، مش هتكلم عليه عشان انتوا كلكم عارفين كتب دكتور محمد طه بتعمل فينا ايه. بجد انا قريت كل كتبه، ده اخر كتاب لسه نازل والحمد لله قريته في 3 ايام. هو قاعد يقول ما تقريهوش على دفعه واحده، وانا برضو اصريت ان انا اخلصه في 3 ايام. ف لسه فاضل حته صغننه كده هقراها. المهم الكتاب طبعا تحفه، انصحكم ان انتوا تقروا اي كتاب لدكتور محمد طه يقع قدامكم كده بجد بجد يعني. كتاب تحفه تحفه تحفه، في معلومات جديده وقيمه وعميقه قوي. الناس اللي بتحب العمق بتحب تفهم وبتحب برضو الحاجه السهله اللي هي تتقرا كده هو في ثانيه يعني. المهم زي ما قلت لكم اقروا الكتب بتاع دكتور محمد طه، ده اول كتاب اشتريته. المهم تاني كتاب هو ماجدولين بتاع مصطفى لطفي المنفلوطي. هقول لكم الفهرس كده او اللي هي النبذه عنه من ورا. بيقول الماجدولين دي التعريب الذي قدمه مصطفى لطفي المنفلوطي لروايه رائعه تحت ظلال الزيزفون. معرفش ايه زيزفون بس لسه هنكتشف يعني. والروايه بتعالج الفكره الاقدم والاعظم لدى الانسان ومنذ عرف الادب، فتدور حول قصه حب فتى وفتاه لبعضهم البعض حتى يكشف هذا الحب ويفرق بينهما. والروايه احدى الروايات التي تثير الشجن داخل القارئ وبتاع كده. فما حبيتش ابدا بيه لان انا مكتئبه اصلا خلقه، فمش ناقصه بقى شجن وحنين وشوق وحاجات كده. فقلت ابدا بايه كتاب دايره الرحله عشان عارفه ان انا هخلصه بسرعه، وعارفه ان هو سواء كنت زعلانه فرحانه هيتقرب يعني. ده هتلاقيه بيشدكوا لحد ما تخلصوه بجد يعني. فالمهم يعني ايه ظبط نفسيتي جدا يعني. ده لسه بصراحه اقراه. قلت اما نبقى كده ايه في مود كويس نبدا نقراه بصراحه. دي تاني حاجه جبتها. تالت حاجه جبتها حبيب قلبي دوستويفسكي في الروايه بتاعت رسائل من تحت الارض. برضه طبعا انتوا عارفين ان دوستويفسكي اديب روسي كئيب شويه يعني ممكن اقول بس بحبه والله. يعني هو بيتكلم عن عمق الانسان وبيدخل جوه جوه الانسان قوي. فبتلاقوا يمكن كتاباته شويه حزينه كئيبه كده، بأسة يأسة. بس هو بصراحه حلو قوي يعني. ما انتوا تقروه هتحسوا بحاجه معينه كده، هتغير فيكم حاجات كتير بصراحه يعني. هتحسوا فرق لما تخلصوا الكتاب. فده تالت حاجه اشتريتها هو دوستويفسكي في تحت ظلال رسائل من تحت الارض. يا جماعه سوري عشان انا مهبطه عايزه انام بجد. نسيت اقول لكم حاجه في الاول. اول مره بقالنا كتير قوي ما صورناش الصبح، بجد بقالنا كتير ما صورناش الصبح بجد. انا بقالي اصلا اسبوعين 3 نومي متلخبط من بعد التخرج يا جماعه. نومي متلخبط تماما، بصحى بالليل وانام الصبح، اصحى بالليل وانام الصبح. ايوه اكزاكتلي بالظبط. فتلاقوا الفيديوهات اللي فاتت كلها ان انا مصوراها بالليل، انا نفسي اصور الصبح بس بكون داخله انام فعليا. وكمان جو الحر ده، جو الحر الموجه الحاره اللي كانت في خلال الشهر اللي فات دي كانت صعبه جدا يعني. عارفين كده تصحوا وتناموا دي كان بصراحه الموضوع صعب قوي، مخليني اصلا مش عارفه اتصور. يعني انا عايزه اصور بس مش عارفه اصور بمزاج. بس اوريدي كده الفيديوهات بتنزل لكم في مواعيدها يوم الاربعاء الساعه 6. احفظوا بقى الميعاد عشان تعرفوا الفيديو لما ينزل. كمان طبعا لازم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان لما اي فيديو ينزل يعني يوصلكم الاشعار.
سوري برغي كتير وسط الكتب، وسط كل كتاب، عشان انا لو خلصته هما 5 كتب بس فهتلاقوا الفيديو بقى دقيقتين، اوكي يعني. بس انا مش قصده يعني ارغي، عادي بتكلم معاكم يعني، فاهميني؟ انتوا صحابي وحبايبي، فانا اتكلم هنا براحتي بصراحه يعني، قولوا لي كده. المهم اخر كتاب جبته هو الروايه بتاع الاسود يليق بك بتاع احلام مستغرماني. الروايه ديت انا فعلا كنت محملاها PDF عندي على الموبايل. خلونا نكمل. الروايه اللي كنت محملاها اوريدي PDF عندي على الموبايل، لان كنت بقراها يعني، كنت بقرا قبلها سندريلا سيكريت. الكتاب ده اللي هو سندريلا سيكريت ده هو طبعا معروف من زمان قوي، وانا كنت فاكره حاجه بناتي كده يعني حاجه مش مهمه يعني، او عشان هو مش مهم. حاسه انا افتكرتها روايه عن سندريلا يعني، مش بتتكلم في حاجه مهمه، لكن معرفش وقع في ايدي بالصدفه وبتاع. المهم قريته كده كان حلو قوي. بعدها كنت محمله كتاب اللي هو الاسود يليق بيك الروايه دي، وكنت هقراها بس لسه ما فتحتهاش. وانا بقى رايحه المكتبه عشان اشتري شويه الكتب دول، لقيت بقى الروايه، قلت لا نجيبها احسن ونقراها يعني، احسن من PDF يعني بصراحه، لان انا بصراحه ما بحبش اقرا الكتب PDF، بتتوهني كده وبحس ان انا مش بقرا، او بتخليني افتح كذا كتاب في نفس الوقت. ممكن احمل كذا كتاب اقراهم بالترتيب، فافتح صفحه من هنا على صفحه من الكتاب التاني استكشاف، فبجد يعني موال يعني. فدول بجد الكتب اللي انا جبتها النهارده، او اللي اشتريتها في شهر يوليو اللي فات. اللي فات اللي هو احنا اللي هو بيخلص يعني شهر يوليو، اللي هو شهر 7 اللي هو احنا فيه لسه دلوقتي يعني. المهم زي ما انا قلت لكم قريت اول كتاب، لسه هقرا بقيه الكتب. انا بصوا في حاجه كمان انا بعملها وانا بقرا، بعتمد على القراءه البطيئه، يعني مش شرط اقرا كل يوم صفحه او اجبر نفسي ان انا اقرا كل يوم. انا بصراحه لما احس ان انا عايزه اقرا بقرا، مش شرط اقرا خالص كل يوم كل يوم يعني. انا ممكن اقرا مثلا 3 4 5 ايام في الاسبوع. ممكن يوم ما احس ان انا عايزه اقرا، احس ان انا خلاص، انا حاسه ان انا تمام يعني، المعلومات اللي عندي تمام، او حاسه ان انا مش عايزه اقرا دلوقتي، خلاص مش هقرا يعني. بجد اتس ايزي يعني، مش بجبر نفسي ان انا خلاص فتحت الكتاب فانا لازم هقراه، واعمل تارجت لنفسي واخلص الكتاب ما اعرفش ايه في اسبوع وادخل على الكتاب اللي بعده. لا يعني مش بضغط نفسي بصراحه في الكتب، لان انا بقرا كتير من زمان. طبعا مش زي اللي هم القراء اللي هم يقعدوا يحطوا 50 كتاب في السنه دول، لا انا مش كده يعني، مش بحط تارجت. انا بقرا عشان انا بستمتع بالقراءه، فاهمني؟ مش بقرا عشان اوصل لهدف معين يعني، اوكي. فالكتب او الروايات اللي انا جبتهم لسه ما قراتهمش، لان الكتاب ده خد مني مجهود وتفكير عقلي كبير. وطبعا انا ما قريتوش كله في شهر، انا زي ما بقول لكم قريته في 3 ايام، فحسيت ان انا بعدها دماغي كده ونفسيتي عارفين كده ايه، انتوا استهلكتوا كتير من طاقتكم ومجهودكم في قراءه الكتاب ده، فحسيت ان انا عايزه اخد بريك كده شويه. فهاخد بريك اكيد ونبقى ندخل بقى في الكتب التانية. بس حبيت اشارككم النهارده الكتب اللي جبتها في خلال الشهر ده. اتمنى بجد تكونوا استمتعتوا بالمشاركه الحلوه ديت، او استفدتوا. لا انا حبيت اعمل فيديو كده خفيف بصراحه، مش عايزه اقعد احكي لكم كلام كتير عميق بصراحه، زهقت من العمق كده. عايزه كان اظهر الجوانب التانية من شخصيتي على اليوتيوب يعني، ده اكيد. اقترحوا عليا بقى فيديوهات كده، افكار، عشان بجد انا مش في دماغي حاجه دلوقتي. عايز حاجه فن كده وحاجه حلوه بعيده عن العمق. اوكي، تشاو تشاو.